السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب بنات؟ شلون الصحة الأحوال؟ إن شاء الله زينين. اليوم عندنا درس جميل وممتع. درسنا اليوم هو كيفية تغيير ثيم الحاسبة واستبداله بثيم شفاف، يعني قائمة ويندوز شفافة وقائمة ال ال شو اسمه عفوا ماي كمبيوتر أيضا شفافة مثل ما تشوفون. الآن نبدي. قبل ما نبدي الدرس نتأكد كم ثيم عندي أنا موجود بالحاسبة حاليا. عندي 1 2 3. نرجع 1 2 3 4 5. بس 5 ثيمات مثل ما تشوفون. أني راح أحط لكم روابط تحميل هاي الملفات أسفل الفيديو إن شاء الله. حاليا ما عندي نت مع الأسف، الكهرباء مطفية مثل ما نقول. الآن نجي قبل أن نفك الضغط عن الثيم أو عن هذا. فك الضغط عن هذا الملف. هذا الملف باعتباره كراك أو سريال لتشغيل الثيمات. هو برنامج إصلاح ويندوز. فك الضغط عنه، نمسحه. هذا نفك عند الضغط، نفتحه. عندنا هذا البرنامج نظام 86، يعني نظام 86 نفس نظام 32. وعندنا نظام 64 بت. شلون نعرف ان نظام 32 او 86 او 64؟ نجي للكمبيوتر، كليك يمين بروجرامز، نجي لهنا سيستم 32 بت. اوكي 32 بت. نرجع 32 بت يعني نفتح 86 بت، لان نفس ال 86 32. نفتحه. اوكي يس. هو ما راح يطلع لكم هيك، راح يطلع لكم هيك. هسه لكم راح يطلع لكم هيك البرنامج، يعني متاح عندكم هذا الخيار. ندوسون على هذا الخيار. اوكي ايضا نفس الحالة. اوكي هنا نفس الحالة. اوكي انت تطوا يس. هنا يطلب عادة اطفاء وتشغيل الحاسبة. انا راح اعطيناه هو يلغى وحده. الان بعد ما نصبنا هذا الملف بنحتاجه. نجي الى الثيم، خلفية شفافة اخير شي تكون. نجي للثيم. شلون ننصب الثيم؟ نفتح الضغط عنه. نفتح الضغط عن الثيم. هذني ثيمين موجودات، وراح ارفع لكم ان شاء الله اكثر من ثيمين. يعني يجوز نفس الثيمات اللي هسه راوتكم اياها 5 ثيمات 6 7 يصيرن 7 ثيمات راح تلقون اسفل الفيديو. نجي لهذا الملف المهم. هذا الملف عبارة عن مسار اللي راح تخلي بيه الثيمات. هسه تقول لي شلون شنو المسار شلون نخلي بيه الثيمات؟ انا راح اقول لكم. نفتحه، ننسخ هذا المسار كوبي. نجي للماي كمبيوتر، ندوس هنا كنترول بيست وانتر. راح تفتح لنا هذني الثيمات اللي حاليا موجودة بالحاسب، اللي هسه راوتك اياهن 5، والثيمات الأصلية اللي موجودات لنا بالحاسبة أصلا. شلون نضيف؟ نفتح هاي على صفحة، ونفتح الملف الأول هم على صفحة. تشيل هذين الاثنيناتن كات أو كوبي، ماكو إشكال. بيست كونتينيو يس. هسه انتهينا من هذا الثيم الأول. نخرج نمسحه. نجي للثاني نفتحه أيضا على هاي الصفحة. أيضا كوبي بيست وكذلك، وهم نلغيه ونجي نمسحه. الآن نلغي. الآن ثبتت الثيمات. ثبتت على سطح المكتب. أوكي. الآن أنا ألغي البرامج. أنا أعلمكم. الآن عندي هاي الخلفية مثل ما تشوفون. نجي للبروجرامز، نتأكد. 1 هذا ما كان عندي. 1 2 3 4 5 ذن الموجودات عندي. اللي اجاني جدد هذا 1 وهذا الثاني.
كيفكم تريدون الأول أم تريدون الثاني؟ خلنا نختار هذا، نختاره مثل ما تشوفون. نحط هذا الثيم، بس تقولون ثيم مو حلو بعده تجي مع كمبيوتر تشوفوها سودة. أنا وياكم هاي تشوفوها مو شفافة، أنا أقولكم شلون راح أسويها شفافة. تفكون الضغط عن هذا الملفات، خلفية شفافة، نمسحه، نجيب هذا الملف خلفية شفافة، نفتحه. هذا الملف راح تلقون به برنامجين. هذين البرنامجين ما راح تنصبهن، لأن تنصيبهن ما يعتبر تنصيب، مجرد فتح. من تطفي الحاسبة لازم ترجع تعلقهن على مود ترجع الشاشة شفافة. الآن نفتح هذا الأول، انفتح الثاني انفتح. ما راح يفتحن على شكل برنامج طبيعي، راح يفتحن عندك هنا تلقاهن هذا البرنامج الأول وهذا البرنامج الثاني. وهذا الفولدر أني أفضل يبقى هنا على شاشة على سطح المكتب، على مود كل ما تفتح الحاسبة أو تشغلها تشغله. الآن مثل ما شفتوا كانت قامة الستارت مو شفافة، صارت شفافة. نجي للقائمة الماي كمبيوتر، كانت سودة هسه صارت شفافة مثل ما تشوفون. يجي ويا كل ما تحطوها على صفحة تندق مكان يجي وياها. وإذا حركتوا تشوفون الملفات اللي وراكم، اللي هي هاي هنا الملفات، هاي الملفات نفسها هنا موجودة، أو هاي الملفات. هذا الملف هذا نفسه هنا. مثل ما تشوفون طريقة سهلة، أيضا نفس باقي التيمات نفس الشي. مثل ما تشوفون هنا شفاف بالكامل، شفاف كله شفاف، يعني تشوفون كل شي من خلاله. تجون الغير ثيم أو مشكال، كل الثيمات ذي راح ارفع لك اياها ان شاء الله. نجي لهذا، هذا ايضا نفس الحالة الثيم ماي كمبيوتر، نفس الحالة كل شي ما يختلف بيها. هنا اكو شغلة حلوة بهذا الثيم، هذا الثيم من يتحرك تجيك كتابة، من تخفي ما اكو كتابة. نفس الحالة تفتح اكو كتابة، تلغي ما اكو كتابة. هنا ما اكو كتابة نهائيا، ما اكو كتابة. من نفتح راح تطلع لنا الكتابة مثل ما تشوفون. ايضا نفس الحالة اذا فتحناها كاملة راح تطلع لنا الكتابة نفسها. هذا الثيم هم راح ارفع لك اياه ان شاء الله. نجي للثيمات الاخرى نفس الحالة، كل الثيمات نفس الحالة ما يختلف بين اي شيء. وبعض الثيمات بين اصوات حلوة، ويا شغلك تعطي اصوات حلوة. كلهن راح تلقون هذني اسفل الفيديو ان شاء الله. لهنا انتهى درسنا وياكم، وان شاء الله اتمنى يعجبكم الدرس. واذا عجبكم لا تبخلون لايك للقناة ومشاركة على الاقل. شكرا، تحياتي وإلى شكرا.